السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تلميع الاواني ديال الفضه وديال الانوكس، بالضبط ديال الانوكس البنات، بواحد الطريقه اللي ساهله. الا كنتي بحالي ما تتبغيش انك ولا ما تتقديش على الماعن ديال جيكس تيجوك صعابين، ما تقديش على الحكان، بهذه الخلطه غادي يعجبوك وغادي ترضي على النتيجه. غادي نشارك معكم كذلك واحد الحيله اللي ساهله بالنسبه للبرارد اللي تيكون هكذا لداخل ديالهم مع الطياب يوميا اتاي وسميتو تيوليو لنا لداخل ديالهم كحل. واحد الطريقه غادي يوليو بيضين تيشعلوا وفي نفس الوقت اللي ساهلين. غادي نشارك معكم واحد الخلطه اللي انا شخصيا غادي نعتبرها خلطه سحريه، عجبتني البنات وبغيت نشاركها معكم، ولو انني ما كنتش تنصدق هاد الخلطات انهم غادي يعطيو واحد النتيجه. هاد الخلطه تعطي واحد اللمعه خطيره. انتم تشوفوا راه ولا تيبان لي الوجه ديالي في هكذا في المعينات، انتم تتشوفوا فيا واهم حاجه انها ما غاديش تدير منكم واحد المجهود تبقاي تحكي وتتعاودي، لا ساهلين والله البنات الا بطريقه سهله وبسيطه، وخلطه كذلك اللي زوينه وامنه على اليدين. اول حاجه ما تنسونيش من اللايك، خليو لي واحد اللايك، الله يجعلها في ميزان حسناتكم، ونبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه البنات غادي ناخذ هكذا واحد صابونه، المهم هكذا صابونه ديال الحجره ولا صابونه ديال الكف، قضيت صابونه صغيره ماشي الكبيره كاع. غادي ناخذها هكذا غادي نحكها بالحكاكه الرقيقه. انتم تشوفوا البنات بعد ما نحك هاد الصابونه ديالي كامله غادي نضيف معاها كاس ديال الماء. هاي نتوما تشوفوا هنا غادي نضيف معاها كاس ديال الماء، وغادي نشعل البوطه ونخليها على نار اللي غادي تكون مهيله حتى تذوب لي هاد الصابونه. من بعد انتم تشوفوا بعد ما نشعل هكذا البوطه غنخليها على نار اللي غادي تكون مهيله. غادي ناخذ واحد الحامضه، حامضه المهم اما تكون كبيره ولا تكون حجم متوسط، ما تاخذوا الا كانوا دوك الصغيورين البنات يديروا جوج حويمضات. غتاخذوا واحد الحامضه البنات غادي تقطعوها القطع وغادي تديروها في الخلاط الكهربائي مع كاس ديال الماء كذلك. الان ما غاديش تبي تطحن لكم بوحدها، غادي نخليو هاد الحامضه بالعلف ديالها بكلشي وغادي تطحنوها مع كاس ديال الماء. هانتوما تشوفوا هاد الصابونه بعد ما دابت لانها مع السخونيه وداكشي غادي نضيف عليها داك الحامضه اللي انا طحنت هكذا في الخلاط ولا في المهم الخلاط الكهربائي ولا روبو ولا شي حاجه. غادي نضيفها عليها مباشره وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الخميره. ممكن ديروا الخميره حبيبات ولا ديروا الخميره المعجنه. هنا عندي راه الخميره حبيبات غادي ندير منهم جهد ديال المعلقه. غادي نخلط هاد العناصر كامله وغادي نخليها غير واحد شويه تبرد، وغادي نمشي مباشره باش نطبقها على الاواني ديالي. هنا غادي ندوز معكم بالنسبه للبراد. انتم تشوفوا كيفاش تيكون هكذا تيولي اللون ديالو كحل مع الطياب ومع الاستعمال اليومي. هنايا غادي ناخذ جافيل البنات، جافيل عادي خضيت تقريبا منه جهد نص كاس ولا كاس صغير. غادي نضيف معاه جهد معلقه من سائل الاواني باش نغسلها كذا المعن. الدور ديال سائل الاواني انه فاش نشعلو البوطه هو تيكون تيرغوي تيخلي لنا هذا الخليط تيوليو فيه دوك الفقاعات وبحال قلنا تيتبخ. هو راه غير يتما غير تيسخن كنشعلو هادشي كله على نار اللي غادي تكون مهيله. صراحه بهذه الطريقه تيرجع لك البراد من الداخل تيشعل ما يحتاجش تحكيه. هانتوما تشوفوا البنات غير تيسخن هذاك جافيل مع انتم شوفوا الداخل ديالو كيفاش ولا راه مباشره تيولي بيض. واي بلاصه هكذا هاد الحركه اللي تنحرك انا البراد اي بلاصه قاسها هاد الماء ديال جافيل مع سائل الاواني راه تيولي بيض. انتم غادي تشوفوا الفرق، شوفوا الفوق كيفاش باقي كحل والتحت كيفاش ولا بيض. وانا غادي نبقى تنحركو هكذا تندوز على البراد كامل. من بعد غادي نردو في براد اخر
باش ندوز هكذا نغسل البريردات ديالي كاملين، باش ندوز هكذا البرارز كاملين. وفي نفس الوقت فاش نخويوه من داك الانبوب كذلك حتى داك الفم ديال البراد ولا داك الانبوب البراد حتى هو راه تيتنقى لنا. طريقه سهله البنات وما تحلوش فيها. هنا لو وصلتوا هنا في الفيديو الله يجازيكم بخير، خليو لي واحد اللايك. هاد القضيه راه مهمه بزاف تاع الاخوات راه غيكونوا عارفينها، ولكن قلت نشاركها مع البنات هكذا المبتدئات، البنات اللي باقي الله بادين واللي جديدين هكذا في المطبخ. صافي هنا كما قلت لكم غادي ندوز هكذا على البرادات كاملين. انتم شوفوا كيفاش ولا البراد تبارك الله راه تنقى بسرعه. هنا كذلك هاد الاخر شوفوا مباشره هنا هذيك الخلطه بعد ما بردات هكذا شويه، هي القياس اللي نقد نحط فيها يديا. حاولت نطبقها على المواعن كاملين غير بمسحه وحده هكذا، تنمسحوهم بحال قلنا تندوزو على المواعن كاملين اللي انا بغيتهم يتغسلوا. المواعن صراحه كانوا عندي حالتهم البنات لانني مده هادي ما غسلتهم. انا درتهم هكذا المواعنات ديالي كلهم. ها انتم تشوفوا بهذه الطريقه غير تنمسحوا هكذا بهذا الشكل. وفي هنايا راه اعتمد بالضبط الاواني ديال الاينوكس، ولكن في الاخر غادي نوريكم في الاخر ديال الفيديو غادي نوريكم بانني راه درتهم لواحد المهم شي بعض الاواني ديال طبقتهم الاواني ديال الالومنيوم وكذلك الاواني ديال الاينوكس. غادي تشوفوها في الاخر بانني درت منهم حتى الاواني ديال اينوكس البنات. صافي هنا راه تناخذ غير جيكس لان هاد الوصفه البنات ما غاديش تحتاج اننا نديروهم معاها هكذا لا صابون البلدي لا والو. راه هي صابونه ديال الحجره ولا صابونه ديال الكف، راه عرفناها معروفه من قديم بانها قويه تتكون على الدهون، والمهم تتخرج صراحه المعن فنينه البنات والله العظيم، وكذلك امنه على اليدين. راه انا دابا تنهضر معكم بعد ما كملت والمهم وقاعده دابا تندير الصوت، ماشي تنهضر معكم تندير الصوت الفيديو. والله الا تنحس بيديا الا بقاو لي رطبين لاننا دايرين فيها داك الحامض. ما نكذبش عليكم كنت نعكز بزاف على المعن، ولكن هاد الخلطه عجباتني ولو انني ما كنتش نصدق شي حاجه سميتها هاد الخلطات وتنقول لا محال، ولكن هادي عجباتني وعطات نتيجه لانها تعطي واحد اللمعه، ديك اللمعه اللي تنكونوا حنا تنقلبوا عليها في المعينات. صافي هنا تندوز بطريقه عاديه راه ما تنعطيهمش واحد المجهود كبير. وكذلك غادي نعاود معكم واحد الفيديو غادي نطبقها على المعن ديال الالومنيوم اللي عندي الصراحه موسخين البنات، اللي من بحال الكوكوت وداكشي. المهم هنايا بعد ما تنحكوهم هكذا بطريقه عاديه تنشللوا هكذا المعينات وتنعاودوهم بهكذا سائل ديال غسل الاواني وحلفه هكذا بالمهم بحال تنغسلوهم بطريقه عاديه. من بعد تنشللوهم، ضروري اننا نعاودوهم بداك السائل هكذا ديال الغسل، وغادي نخليوهم تيسقطروا. هنا بعد ما نكملهم ان شاء الله غادي نرجع معكم. هنا البنات بعد ما كملت كل شيء غادي نطبق كذلك هذه الوصفه على لافابو. غادي نوري لكم كيفاش كان. صراحه راه كان موسخ لان كان هاد اليامات عرفتوا البرد والواحد تيعكز على الشغل تندوزو ديك التدويزه من الفوق. انتم تشوفوا راه تسخنيت. هنا غادي نطبق ليه هاد الخلطه وغادي تشوفوها مباشره كيفاش رجع. صراحه ننصحكم بهذه الخلطه زوينه والله البنات الا زوينه. كذلك تنعرفوا المفعول ديال الخميره، راه كانوا امهاتنا في الاول تيديروا غير الصابون البلدي، وحنا نيت ديك الساعه كنا تنديروا الصابون البلدي والخميره حتى هي تتخرج المعينات وهكذا المهم هكذا مخلطه مع الحامض. صراحه زوينه والله البنات. المهم قبل تنشكر لكم، نتمنى انكم تجربوها دابا جاي حنا مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان. ضروري اننا نحكوا هكذا معيناتنا وندوزو وندورو هكذا بحالتنا
نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وترجعوا تكتبوا لي في لي كومونتير. هنايا غادي نخلي المهم البنات راه هاد الوصفه بعد ما تندير هكذا المعينه تنخليها تقريبا 15 دقيقه ولا 20 دقيقه عاد ترجع عليهم. يعني راه كذلك خليتها هكذا لافا بواحد المده ديال 15 دقيقه ولا 20 دقيقه دزت لشغل اخر عاد غادي نرجع ليه. ما تياخذش منك واحد المجهود ولا واحد الحكان بزاف، ولا راه غير حكا بشكل عادي ماشي داك الكريد لا. صافي غادي نحك هكذا مزيان، نحك هاد لافابو ديالي مزيان، كذلك الروبيني. من بعد غادي نشللو نعاودو توا بشويه ديال هكذا سائل لغسله الاواني. هنا البنات نتوما تشوفوا بعد ما تنشللو كامل غادي نمسحو. انا تنمسح هكذا هاد لافابو داكشي باش يخليك ديك اللمعه. بهادو اللي تيتباع عندهم مالين 5 دراهم بحال الكيس تاع الحمام، ولكن هما راه زوينين بالنسبه لهاد المسيح. انا خليهم هكذا هي الكوزينه ولا. صافي نتوما تشوفوا نوري لكم في الاخر كيفاش ولا. صراحه راه تنقى مزيان. وهنا البنات هما المعينات ديالي بعد ما كملتهم. انتم تشوفوا الصراحه راه عطاوني واحد النتيجه اللي انا عجباتني، انا راضيه عليها الحمد لله، وتنتمنى انكم تجربوهم. شو تبارك الله راه ولاو نقيين. هنا غسلت كذلك دوك البلاطوات ولا المهم هادشي كامل انتم تشوفوا فيه. كذلك بديك الطريقه سهله باش نغسلوه. الداخل ديال البراد تيولي تا هو نقي وزوين. البرارز درت البرارز كاملين تقريبا. هنا غادي نوريكم كذلك التطبيق ديال الوصفه، درتها كذلك على الالومنيوم. الصراحه عطات نتيجه وغزاله تماما بحال النتيجه ديال الاواني ديال اينوكس. انتم غادي تشوفوها معايا هنا في الاخر. نتمنى البنات انكم تجربوا هذه الطريقه وتعجبكم. ما تنسونيش من اللايك. الله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتكم. ما تشوفوا البنات هما بعد ما حكيتهم تما بنفس الطريقه راه خرجوا صراحه غزالين. نتاوما راه كانوا نيت مسخين. وغادي نعاود نشارك معكم فيديو اللي غادي يكون مورا هذا تتمه ديال الاواني اللي غادي هكذا المعينات اللي غادي نغسل ديال الالومنيوم. غادي تشوفوهم قبل وغادي تشوفوهم ان شاء الله بعد. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايك ولا فيديو اخر ان شاء الله.